انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء تتزايد حالات الإصابة بالإنفلونزا، غير أن هناك موجة جديدة تتعلق بمضاعفة الانسداد في القصبات الهوائية لدى الأطفال الرضع. وخاصة نسموهم الرضع اللي العمر تاعهم أقل من سنتين، هما اللي يكونوا عرضة لهذا المشكل. ما هو هذا المشكل؟ هو عبارة عن التهاب في القصيبات الهوائية للرئتين. هذا الالتهاب شكون المسبب تاعو الرئيسي؟ هو فيروس. أي فيروس يقدر يكون عنده إمكانية أنه يسبب هذا الالتهاب، ولكن الفيروس الرئيسي اللي يكون يتسبب في هذا المشكل هو يسميوه لو فيروس او لو فيروس ريسبيراتوار سانسيسيال. الفيروس هو المسبب الرئيسي، ولكن الفيروسات الاخرى مثل فيروس الانفلونزا او البارا انفلونزا يقدر هو ايضا يكون عنده نفس المفعول ولا نفس الدور على هذه القصيبات. واش يصرى؟ الاطفال كي يكون العمر تاعهم الصغير القصيبات الهوائيه تاعهم صغيره، معناتها اذا كان صرا فيهم اي مشكل رايحين هاد القصيبات كما يقول لك رايحين يتعمروا او يتبوشاو. قناة الوطنية وقفت على عملية التشخيص التي يقوم بها الأطباء على مستوى المستشفى الجامعي بحسين داي الشهيدة نفيسة حمود بارني سابقا. في عدوى كبيرة من الكبار للصغار ومن الصغار للصغار. راه يومي متواصل، ولكن أنا نلاحظ زيادة كبيرة في عدد المصابين خاصة بالالتهاب الفيروسي، التهاب الصدر الفيروسي البرونكيوليت فرنسي. أكيد على جال تفادي الالتهاب، تفادي الأمراض، تفادي انتشار العدوى، وخاصة بين الأطفال في المدارس وخاصة مع نزلات البرد. هي إذن حالات تستدعي الحيطة والحذر، خاصة في ظل انتشار حالات العدوى. معدل الحالات نلحقوا حتى 30-40 حالة يوميا. الأمهات لازم يكونوا يديروا أمور في المنزل، ينقيوا الأنف، ينقيوا مليح الأنف. الطفل أوليو يعطيوا له يشربوا الحليب كل 4 سوايع، يسيو كيفاش الأوقات تاع الرضاعة يقربوها، الكميات ينقصوها، يمدوا اليوم يمدوا له مثلا 120 مليلتر كل 4 سوايع، تعطي له 60 مليلتر في كل ساعتين. لكن هناك حالات يقولوا أنهم مستعصية أكثر من أخرى. ما هي هذه الحالات؟ هذه الحالات كي راح تقيس لك الأطفال اللي عندهم ما يسمى بعوامل الخطورة. عوامل الخطورة مثلا طفل وين يكون العمر تاعو صغير بزاف، هذا وين زاد رضيع، هذا وين زاد معناتها عنده العمر تاعو أقل من 1.5 شهر، هذاك لازم لابد أننا نستشير الطبيب ونديه الطفل للمستشفى باش نشوفوا الحالة تاعو. مريض عنده لاغريب في الدار لابد من ارتداء الكمامة، لابد من غسل الأيدي باستمرار. الطفل إذا كان في حضانة وعنده أعراض الإنفلونزا ما يلزمش نديوه باش ما يعديش الأطفال الآخرين. تبقى الإجراءات الوقائية ضرورة حتمية لتفادي مضاعفات خطيرة وسط الأطفال الرضع وهم في مرحلة نمو تحتاج مزيدا من الرعاية الصحية.